strong. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير من بين الشهوات ديال رمضان لأصحاب السكري وأصحاب الرجيم. غنقدم لكم أكلات رمضانية بلا خبز. هنا عندي صدر ديال الدجاج، الكمية اللي قدرتي عليها. أنا عندي أشخاص هنا كتار، غادي نطيب ليهم تقريبا 3 ديال الصدور ديال الدجاج. عندي البصل مقطع يعني صغيرة بزاف، بصلة كبيرة، عندي معلقة تاع الثوم. كندير واحد الطريقة أنا في هاد المقلة هادي راه غارقة، راه هازة كتير، حيت تقريبا عندي 4 الأشخاص ولا 5. وكندير التوابل ديالي في في الصدر مقطع صغير مع البصلة والثومة راه هي في الوسط، وكنخوي عليه الماء طايب. التوابل راه ما كنديرش انا كثير، كندير غير سكينجبير بوحدو والثومه والملحه فقط. كنزيد عليه الماء طيب، بحال كنعومو شويه بالماء طيب، وكنغطيه. ها هو هنا زدت عليه شويه ديال الربيع مقطع معدنوس، وغادي نغطي عليه وغنخليه واحد القسمين ولا ربع ساعه كيطيب دغيا بواحد السرعه فائقه. أنا درت ليه مشيت للإبزار، لأن الناس هادو اللي طلبوه يعني ما داريش ريجيم مليون في المية، غير واحد شوية. درت كمية تاع البزار وملحة وسكينجبير، دايرة بيه هذا الصدر والثومة، وغادي نغطيه يطيب في هذاك الماء غليان. من بعد عاد غنزيد ليه الزيت، يعني بحال الا غادي يتسلق وهو معاه التوابل. هنا غادي ناخد خليت واحد الكميه، غادي ندير واحد اكله اخرى. عندي فلفلات ملونين، يعني خديت غير طرف قطعته صغيور، فلفله وحده وقطعتها مازال على جوج، كل وحده خديت منها طريف غير باش ندير الالوان، وبصله صغيره وزيت زيتون. وهنايا راني كنشحرهم مزيان، وغادي نزيد معاهم واحد الكميه ديال صدر الدجاج، غير شويه ماشي بزاف، باش هاد المقله هادي غادي نزيد فيها واحد المكون اللي حتى هي اكله فريده من نوعها واحد شويه، يعني نختلفوا شويه الاطباق. هاد الاكله هادي كترافق مع بزاف ديال الحوايج، يعني انا كنصايبها وكنحطها قدامي. عندك روز كتسقيها بهذاك الروز، عندك لي باد كديرها فوق منه. ها هي غنرجع لكم المقله الاولى. ها هو الدجاج ديالي طاب بهذاك الماء والبصله غليان صافي والتوابل، وعاد من بعد ها هو كنحرك فيه، يعني نشف داك الماء نهائيا. عندي قسمين حتى ربع ساعه كيطيب فيه هاد الدجاج. هاد المقله هذه ساهله مهله. وهنا كنزيد ليه كميه ديال زيت الزيتون باش ما كتحرقش، وكتبقى اللي كتعطيه واحد اللذه خطيره احسن ما ديريها في الاول. هذه هي طريقتي الخاصه كيف كنطيب صدر ديال الدجاج، يعني ساهل ماهل. ما حد كتصايبي شي حاجه اخرى كيكون هوايه كيطيب في ديك القسمين ولا ربع ساعه وكيكون واجد. ها هو دابا غير كنشحرو في هذيك الزويته صافي، ونقدروا نزيدوا ليه كميه ديال المعدنوس. وها هو واجد الطبق ديالنا، ترافقيه مع لي بات ولا الروز ولا اي حاجه غتحطيها في ولا غير سلطه. انا غادي نوريكم معايا اش غادي نرافقوا من بعد. هذه المقله الاولى. صافي هنايا راه كيتشحر، هو طاب. غادي نزيد ليه كميه ديال المعدنوس اللي كتبقى حتى هو يبقى خضر حتى الاخير، باش كيطلق المنافع ديالو احسن ما يطيب معاه. كنطيبوا معاه واحد الكميه، وكميه اخرى كديروها من الفوق حتى كيجي حتى التزيين كيجي غزال تبارك الله ما شاء الله. صافي وغادي نطفي عليه وغادي نغطيها ونخليها على جنب. غادي ندوز للمقله الثانيه اللي درت فيها غير كميه قليله، هذا تقريبا لشخص واحد ولا جوج تاع الناس. كيف ما قلت هنا طاب يعني الفلافل والصدر، ونزلت ليهم لا كريم فريش
كيجي غزال، غير واحد نص كاس مع هاد الكمية هادي اللي درت. غير تغلى هاد لا كريم فريش مع هاد الفلافل والصدر ديال الدجاج. وهنا كنزيدو كمية الملحة على حسب الذوق، شوية تاع الإبزار، ولا ما درتيش كاع ماشي مشكل. وهاد أنا كنسميها سلطة باردة، واخا كطيب كتجي غزالة بنينة لواحد الدرجة ما كتصورش. هادي أنا ندهن بها بيتزا وندخلها الفران، نرافقها مع فوق مع الروز. حتى مع الروز كتجي غزالة، كتسلقي الروز وتخلطيه معاه كتجي بنينة بنينة بزاف. ديريها اون صوص فوق من شلاضة، عندها عدة استعمالات. هادي كيف ما قلت لكم، ملي كيكون عندي صدر دجاج كتير كنصيب به شي حاجة وكنخلي واحد الكمية كنصوب هاد الشلاضة هادي ولا هاد الأكلة وكنخليها على جنب. كديريها في البواطة ديال الدجاج وكتبقى حتى 3 ايام في الثلاجة عندك، تستعمليها كيف ما قلت لك بزاف ديال الاستعمالات. صافي غير كتغلى، صافي هنايا كنطفي وغير كتغلى هذيك لا كريم فريش. وكان هذيك المالحه ماشي الحلوه اللي كنصوب الحلويات، كاينه المالحه ديال الماكله، هي هذه اللي استعملت اليوم. صافي كتطفي عليها وكتغطيها وكتخليها تلدد مع المكونات كيتلدوا مزيان. وهنايا راني كملت، ها هو الصدر مع البصله والتوابل كيف ما قلت لكم، بغير الملحه والابزار وسكينجبير فقط والثوم. وهذه سلطة الأخرى. وهنايا عندي خضرة مشكلة يعني مسلوقة في الماء غليان باش نحافظوا على هذاك اللون ديال الخضرة الطبيعي. وعندنا آه، الخس، أوراق الخس. وهذه سلطة ديال تهية بالفلافل طازجة والفرماج على الأشكال. وهذاك إبلي ولا الروز مسلوق، هي كندير كمية كتيرة وكنديرها في البواطة ديال نتاع الزاج. يعني كيكونوا عندك موجودين، حيت انا عندي هذا المشكل ديال الانسان ملي كيجي الجوع صافي خاص الماكله تكون موجوده. كتجبدي الطبسي ديالك وتهزي شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا، بحال الا كديري بوفي. حتى عندك في الدار تقدري يعني تعاملي مع هاد الخضر اللي عندك في الدار وتصايبيهم ويكونوا عندك دائما موجود. الخص يتغسل دائما ويتنشف ويدار في بواطه. هاد السلطه هذه حتى كديري كميه كثيره وديريها في بواطه ديال الدجاج بلا لاصوص، حتى كتهزيها وديري لاصوص ديالك باش كتصبر في الثلاجه. وهادو اكلات ديال اصحاب الريجيم واصحاب السكري. كتهزي الطبسي ديالك وهزي كل حاجه منها شويه شويه وهانتي كملتي. ولا يجيك طبق متكامل، صدر يعني دجاج وهذاك لاصوص وسلطه ديال الروز ولا إبلي ولا داك القمح المفسخ والخضار المسلوقة. وهذا هو الأكلة ديال أصحاب السكري أو الريجيم بلا خبز. اللي بغى ينزل الوزن، هادو مجموعة ديال الأكلات ولا الأكلات، أكلات كيقولوها الشرقيين وحتى حنا غاديين معاهم. وصافي هذا ما كنتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو اليوم، ولا هذا الاقتراح اللي اقترحته عليكم اليوم في هذا الفيديو هذا. نتمنى الله ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيوه، كل واحد يبارطاجيه مع الاحباب ديالو لتعم الفائده. هذه اكلات بطريقتي الخاصه، ممكن تستعينوا بها أو تاخذوا وصفة من هذه الوصفات ولا هذه الأكلات كما كنقول دائما. وهذه هما التوابل باش كنخدم القزبر كيكون عندي كتير، الثوم مطحون والملح فقط، شوية تاع الإبزار ما كنستعملوش بزاف لأنه الإبزار سيداتي زيدي عندك هذه المعلومة ممنوع على أصحاب السكري.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش أختي اللايك. الله يجازيك بخير وشكرا على المشاهدة.